أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكا دين مبين حديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين 119. نویسکار امام النووي. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برای عزیز و چند درسه ما بحثا جیانا پیغمبر خوده و صحابین وی کچور نافتنگه دا نینه دا در باس بویا و خارن و جل و دست و نکنه و روژان مانه برچی چونه سفر چونه جهاده ولی جی خدمت و دین مبین اهمال نکرنه حتی بگی وره بگی دست ما و لازمه ام خدمت و دین مبین بزن بی ام گوهاب یه حدیثا 521 گورا ریزا ریاض الصالحینه اجدر ام مایت امه دست خواندن خوابکی و بخوینی. حدیثا 521 وعن أنس قال أبو طلحة لأم سليم. أنس خوته نقل كرن دبيجة أبو طلحة أم سليم را قوت يعني أم سليم دويكو أنس أبو طلحة نبووية حقيقية يعني بووي أمر خديكية أمجي يعني ميري دويكوية دبيجة أبو طلحة أم سليم رجود قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. ما دنج پیغمبر خدا ضعیف سحکر ما دنج سحکر بله گل ضعیف تحتا و اشکره بی یعنی بلی بی برچیا اش برچی بین دنج بی یعنی دنج در نکت او پیغمبر خدا برچیا. فهل عندك من شيء قالوا تشتكي لك هيا ام اكرامي پیغمبر خدا بك ام دعوت بك خورن که بدي پیغمبر خدا. فقالت نعم قبله يعني ام سليمة قبله. فاخرجت اقراصا من شعير چند توتك نان چند نان بچوك نان لبلش آره جه چند توتك آره جه نان بچوك در خستن. ثم اخذت خمارا لها بشت هنگه ام بيجي كفيك يا سرخوا كفيك يا سرخوا آني وكا بخشكي كي آني وكا جلكي يا خارنه آني و فلفت الخبز ببعضه او نان ام بيجي كوجيكي وردا كوجيكي نان وردا و جريدا ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه او اخص بن مل موا بن جل موا و او دجي لاشم وراني مل دي جلكه مل دي كافيه لاشم وراني معلم از نگل معظم بیم دقنا از نخم و از بمش پیغمبر خدا را. ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنگه اسر کرم بول پیغمبر خدا و گو باش پیغمبر خدا رو وینانی. فذهبت به ما او نان برش پیغمبر خدا را. فوجدت رسول الله جالسا في المسجد من يري پیغمبر خدا مسجفت المسجد رونشتي مسجد نبوي رونشتي ومعه الناس هن انصاج دوراوي هين. فقمت عليهم نكو سربخ ساكنين. فقال لي رسول الله ارسلك ابو طلحه بجو پیغمبر خدا شما پرسیگو ابو طلحه تريكلي يعني ابو طلحه تريكلي ويا. فقلت نعم قم بله. فقال الطعام قو خورن او خورن اللكته چدشتا. فقلت نعم قم بله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم. پیغمبر خدا قو رابن قو صحابي ابن دورا قو رابن و فانطلقوا حميب ريكتن وانطلقت بين ايديهم اجيب بيشو ريكتن نون خام ديسا جري مديسا شون و فتلان حتى جئت ابا طلحه حتى اسواتم نك ابو طلحه. فاخبرته ما جرى وضعيات قم خده و پیغمبر خده و صحابيان خوات دینا. فقال ابو طلحه يا ام سليم قد يا ام سليم قد جاء رسول الله بالناس
وليس عندنا ما نطعمهم. قال يا أم سليم بحث جناخها كلفة أخوة قال يا أم سليم أي أم سليم أبا پیغمبر خود الصحابية خواتنا وليس عندنا ما نطعمهم ما تتشنين أم وكا خورن بديوا وخورنا مجنين وحمي هاتن. فقالت الله ورسوله أعلم. بجا أم سليم قال چه دایی کامه قال خوده و پیغمبری چتر زانن پیغمبر خوده مادم صحابی خوابا ده و هر وقت او تشتکی زانه خوده و پیغمبری چتر زانه ام بيد خمويفا. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله. أبو طلحة دركات وشوب الشو پیغمبر خوده شوب الشوي فأقبل رسول الله معه حتى دخل. فأقبل رسول الله معه حتى دخل أو بجو پیغمبر خوده کت نیک پیغمبر خوده رخ پیغمبر خوده و ین نکوی حتی هاتن مالفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي ما عندك يا أم سليم أي أم سليم كأو خورنا الجمع تيرك رشمر كوه بينا أو تب أنس را ركي كتشل مالفا كو بينا. فأتت بذلك الخبز أو نون آني أو نون ركيلوش پیغمبر خوده أو نون آني. فأمر به رسول الله پیغمبر خوده امر کرد ففت کرن باری کرن پارچه باری أو نون. وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته. وجا أم سليم ام بيجي فراخ كوه رون فراخ كوه دهن هبي كل مشكه دا كل عيار كده مشكه دا پن دهن ترياغي ام بيجي دهن حيوان هبي او گواشت سروینانه که هرووشه که و که نانو دهن یعنی کرم پاری و دهن رون دهن بردان سر و مسلمه گواشت او هبان کچه مشک گواشت سر. ثم وكا يعني بخورن كبي ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول بشته هنگه که خودت چه دعا کرد بالنصیب پیغمبر خودت دعا و خور نکر دعا برکت کر ولی دعا سر کر که خودت چه وایی بجه او گود سر دعا کر. ثم قال بشته هنگه هولی گار اذن لعشرة فأذن لهم گو بانکه 10 زلاما بانکه 10 میرا بلا بينا جو أبو طلحة فأذن لهم أبو طلحة إزدوادا 10 زلام هاتن فأكلوا شوي وينونو دهن خارن حتى شبعوا حتى تير خارن ثم خرجوا دركة چون. ثم قال إذن لعشرة جو 10 زلام دبان كي بلا بينا فأذن لهم إزدوادا فأكلوا أواجي خارن حتى شبعوا حتى واجي تير خار. ثم خرجوا ودركتن ترخورون باشه دركتن. ثم قال إذن لعشرة قبانكن 10 زلام ده فأذن لهم إذنوا دا بين مالوا حتى أكل القوم كلهم حتى كيلو درو دورا بحميا خار وشبعوا وتربين زيك أخوة تركرن. والقوم 70 رجلا أو 80 وجا چند زلام بين يان هفته یانجی 8 زلام بین 7 یعنی 8 زلاما انسانا شوه خورنا هندک تیر خورن دولت سن برکتا پیغمبر خوده دعا پیغمبر خوده علیه الصلاة والسلام. و فی روایت وجر روایت دیده خودتا گوتن اف حدیث هم متفقون علیها یعنی بخاری و مسلم هر کو ویرا نقل کرنه. و فی روایت دیده هولی هاتیا فما زال يدخل 10 و يخرج 10 وجر دوام کرن 10 زلام هاتن مالوا و 10 زلام در کتنج دروا حتی لم يبق منهم احد الا دخل حتی و انسان دوه در دوره تکس نما همه هاتن مالوا و فاکل ذلك 80 رجلا 8 مرووا 8 انسانا شو خورنه خورن. ثم هيئها فاذا هي مثلها حين اكلوا منها. بجا بشتنجي ام سليم آنی نخير أبو طلحة أو خورن آني فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. قال نري وقت كو دست خورنه كرين چه قصبه عيني هوقا جن نبي كماهي نكتيه.
وفي رواية ذهوليهوتا فأكلوا عشرة حتى فعل ذلك 80 رجلان. رواية ذهوليهوتا قلتن ده زلام جي خورن حتى فعل ذلك ب80 رجلان حتى هشته زلمه جي خور تير خور. ثم أكل النبي بعد ذلك بشتنجي پیغمبر خود شو خورن خور وينخور حتى عند حمية تير خورن. وأهل البيت پیغمبر خود وأهل مولا أبو طلحة خورن خورن وتركوا سؤرا وجبر واجي ما زيدجي. وفي رواية فيجر رواية دارجي هوليهوتا ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم يعني يا زيدا دون جيران خواجي ولجبر وما حتى جيران واجي بجيه جيران واجي بلاف كده نوف جيران واجي. وفي رواية عن أنس رواية دهوتاش ديساش طرف أنس قال دبجة أنس جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما روجك أسخاتم جنب پیغمبر خده فوجدته جالسا مع أصحابه من ري يل نك صحابي خوا رنشتي أو رنشتي صحابي دوروي وقد عصب بطنه بعصابة من ري أم بيجي كمرك شوتيكك زيك خوا يعني الكاميرا خوا وردابي كمرك دورا خوا وردابي دورا خوا زيك خوا وردابي. فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله بطنه قمش هن صحابيو برسي يكش صحابي وده مجي برسي يلا چرا پیغمبر خود او خوا گريدوا بره خوا گريدوا زيك خوا گريدوا. فقالوا من الجوع قلتن شبرت شوية شنزوا. فذهبت إلى أبي طلحة فترم چوم جم أبو طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان أو ميري أم سليمة كاتشو ملحان بي. أم سليم جا أنس بي أچوم جم ضربا بخوا يعني ميري دويكو خوا. فقلت مجرى قلت يا أبتا مقو يابو بابوكو قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب بطنه بعصابة ما نري ما پیغمبر خود دید من نري شوتيكك هم بيجي جليكك يعني شوتيكك زيغ خوا جريدوي. فسألت بعض أصحابي نخير فسألت بعض أصحابه مش صحابي كيوي برسي مگو گلو چرا پیغمبر خود يعني دورا او كمرك او وقت زيغ خوا جريدوي. فقالوا من الجوع قلتن والله نزوع. فدخل أبو طلحة على أمي أبو طلحة شو مولفا نك دوي كمان جناخوا. فقال هل من شيء قلت يلا تشتك هيا المولفا يا خورنه. قالت نعم عندي كسرون من خبز وثمرات. قلت دوي كمان أمو سليمة قلت چند باریک نان هنا چند باریک نان و تمراتون چند لب خرمه هنا. فإن جاءنا رسول الله وحده أشبعناه. هكا پیغمبر خود سر خود تنه به اما قربي زيوي تير بكي اما قربي يعني خورنه بديه يعني تيروي هيا. وإن جاء آخر معه هكا هندك نكوي بين قل عنهم تيرواناك وذكر تمام الحديث باش نجد حديث أو حديث يعني حديث دوام كر حتى خلاص كر يعني بشتي وده قيسده ويهابا. بله ام گوهای سر بحثك نو خوش برای عزیز سر بحثك نو بندك نو دبيجي باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. اف بشها اف بندها در حق چه دایا؟ در حق جافتریه دا قناعت مو قناعت کاربه مو نه جاف برچی به. والعفافی مو چه بخوانه ده مال کسی کدا کسی چه بخوانه حرامی مو قناعت قنیات بکه راضی به رزق خواه. والاقتصاد مو اسراف نکه مو اسراف مو بذریه اسراف نکه مو اقتصاد بکه مو یعنی زیده خرج کرده نکه قدر محتاجه خواه مو مال خواه صرف بکه خرج بکه. والاقتصاد في المعيشة يعني العبورية دا والجيان دا خارنو و خارنه دا الجربال كرتنه دا مو ركا نافچی بگیره مو نه چروک به
و گند به خسیس به و مونا مبذر جی به مصرف جی به یعنی ريكو نوفجي مو بقرا بله وذم السؤال هو الإنفاق في المعيشة والإنفاق يعني جيان دول خرج كرنا دو مختص باقتصاد بك وذم السؤال من غير ضرورة وبمحتاجي بضرورات مرو سؤال نك يعني دست خبر خرج و نك مو تکسش تکسه نخوازه داخوازیه نکه سؤال نکه پارسکیه نکه پارسک ایکو دیلنجی مو نکه و هر وقت امام نووی هنش آیت قرآن دست بده که سر هر بحث دا هن آیت قرآن جهد بده هم جو آیت بخونی قال الله تعالى بجه رب العالمين جل جلاله لقاتيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سر روی عرضه تبی زی روح تنینه تبی حیوان و حیوانات و میشک و برجک تتشتنینه إلا على الله رزقها رزق و نه آیده خوده رزق و نه سر خوده رزق و بخوا نگرتی تنینه تتشت یعنی مری پشی یعنی ام بیجی کرم که نوف آخه همیتش چقدر مخلوق هایی سر روی عرضه رزق همیا خوده بخواه گرد که یا آیده خواه اف آیتها خلاص آیتك ده بجه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا بجه للفقراء بجه اهلكاري ياردم و زكاة صدقه فطره يكنا فقيرانه طبي ندجي قسم ندجي هنا فقيرانه للفقراء او فقير ولي الذين احصروا في سبيل الله الريا خوده دا مانا هسير ريا خوده دا چوا يعني خدانه خدمت دين اسلام و دچن جهاد خود علم مجویلن و بجا معلومه همه ريا خوده نه خدانه ريا خوده لا يستطيعون ضربا في الأرض بجا شوانوه السر روی عرضه بچن بینه تجارت بکن زراعت بکن و ایمالات تشتوالی بکنه نکارنه تشتوالی بکن یعنی خودانه وقفی خدمتا دین خوده کرنه وکه اصحاب صفه وکه مجاهد اسلامه وجا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وجا حوق جافتيرن حوق يعني عزيزا و تنزل افن داخوزی ناکن خازکی ناکنه و جاش بریو قاسه انسان و ناس نکن انسان جاهل و ناس نکن بجن قی زنگینن بجن قی دولمندن يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعفف یعنی جافتریا و یعنی داخوزی نکرنا و پارسکی نکرنا و او انسان و ناس نکه بجا قی زنگینن دولمندن تعریفهم بسیماهم هون تواش روی و ناس دکی که چقا محتاجن چقا محتاجی و هیا تشوا سیما معنی روی و معده و روی و تو ناس دکی لا يسألون الناس الحافا تتشتش کسی اصرار ناخوازن تتشش کسی ناخوازن و که پرسکنده و که دیلنجین نورمده تتشش کسی ناخوازن او آیه خلاص بجو والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بجا عبد من الصالح عبد من أحزج بكم عبد من خاص كينن والذين أولين إذا أنفقوا لم يسرفوا وقت إنفاق دكن خرجمه دكنا تشكي بري خمال خرج دكنا لم يسرفوا إسراف ناكن مبذرية ناكن يعني زيادة خرج كرن ناكن ولم يقتروا بجا كون بنيجي ناكن چروکیه ناکن خسیس یعنی کم جی خرش ناکن نه زیده نکن و کان بین ذالک قواما لقب هر دو نقطه دا ریک نافچه دیگرن ریزیک نافچه دیگرن و ما آیت خلاص آیت دی قرآنه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جن و مروف جن و انسان خلق کرنه صرف جبو چه؟ جبو عبدیت یام بکن بو وكا عبدك
من ناس بکن توحیدا بکن بیا امر و نهی بکن ها ما انسان خلق کنش بو و وکه چه مثلا دولت معمورا چرا دیگره بو خدمتا مملکتی یعنی معمور لازمه شغلنده نکن اون مثلا عسکر دولته لازمه عسکریا خواه بزنبه مروف جه انسان جه لازمه عبدیتیا خواه بزنبه که چرا واتیا به دنیای خود چرا رکیه به دنیای وظیفه و چیه یه وده هر کده کی واحد یا وده چه دگری و یه وده هر کده بار عالم ده لازمه با همیو ناس بکه و وظیفه خواه صحیح پیبینه ما اريد منهم الرزق از تر رزقش و نخوازم یعنی حاشا خود نحوج رزقه و رزق خود حاشا منزهش خارون و خارنه و وجا رزق هفجین خودش و نخوازه یعنی هر خود رزق هر کسی داده و ما اريد منهم ان يطعمون اش و نخوازم که خارنه بدن ما چوا خارن دادن صنم خواه دل خدا خارن دراد دان و داتان بر صنم خواه حاشا اس منزه همش خارنه و خارنه لا اش دشت اشوات خوازم عبدیتیا منه و وظیفه خواه جیانه وظیفه خواه اسلامی و بینن ما ابش خوازم از تتجش و نخوازم خوش کو برن عزیز بلا بده بسکنه حتی درسی که آمده بمین خیرو خوشیه دام